السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وكامل تكونوا بخير. وصفه اليوم ان شاء الله سهله مهله، تقدر ديريها في دقيقه 90 بدون لحوم ولا دجاج، توجد بالخف وتقدر ديريها للعشاء او للغداء في المقله فقط. اذا هنا نحتاج فلفل، طماطم وبصله وثوم، هادو كامل المقادير تاع هذه الوصفه بدون زيت بدون اي اضافات اخرى. نغسلوهم مليح، نجيبوا مقله ما ندهنها بوالو ونحطوا فيها كامل الكميه، ونحط المقله هنا على النار ونغطي المقله. هذه الخطوه ضروريه، لازم المقله تتغطى. من بعد كي نشوف لما تبدا تدير هاد القطره تاع الماء وتتبخر نرجع نغطيها. من بعد نزيد نرفع الغطاء على المقله، ولما تلاحظوا القشره تاع الطماطم والبصله بدات تشقق، في هذه المرحله بدات نبقى نقلب فيهم على كل الجهات، ولما تلاحظوا باللي طابوا مليح ومسخونين هكذاك نحطهم في ورق زبده. من بعد نزيد نحطهم في كيس بلاستيكي ونبدا نقشر كامل هذيك القشره، وايضا ننزع الزريعه من الفلفل بكل سهوله. اذا هنا الفلفل تقدروا ديروا فلفل حلو، تقدروا ديروا فلفل حار، يعني لكم الاختيار. اذا هنا بهذه الطريقه راني ننزع في الزريعه تاع الفلفل وفي القشره اللي تكون يعني القشره الفوقانيه كامل ننزعوها. اذا هنا كيما راكم تشوفوا نقيتهم كامل قشرتهم، ما تغسليهم ما والو. هنا برك حطيهم في الاشوار، رحيتهم شويه، من بعد نصفيهم بصفايه يعني نورمال، ننزع منهم كامل هذاك الماء خاصه تاع الطماطم، وهذا الماء اللي صفيته كامل. وفي الاخير نضيف الملح، ضروري الملح في هذه الوصفه بيان سور، ونخلط نضيف شويه تاع زيت زيتون، وتكون معنا هاد السلطه واجده. نحطها في صحن. التقديم التزيين يبقى اختياري، تقدروا ديروها للعشاء مع شويه فريت بدون لحوم، تجي بزاف بنينه وخفيفه. كما تقدروا تاني تضيفوا فلفل حار او هريسه، وبصحتكم. ما تنسوش تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وفي امان الله.